بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكة المكرمة بنتشرف بلقائكم. يا رب يوعد كل مشتاق، ربنا يوعد الناس اللي تتمنى زيارة كعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف. ربنا يا رب يحقق أمنيتهم. رحلة جميلة وسفر جميل وأيام جميلة بنقضيها في مكة المكرمة. ربنا يا رب يسترها معانا جميعا، ويرحمنا ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين، ويرحم زوجتي الغالية ويدخلها فسيح جنات يا رب، ويرحم كل أمواتنا يا رب. كلم في قانون الإيجار القديم. الحمد لله رب العالمين. والله بقول للملاك خلي بالكم، الأيام بتجري على بعد أيام قليلة جدا جدا في عد تنازلي لقانون الاستلام القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية، سواء كانت في منطقة راقية أو متوسطة أو اقتصادية. هيتم سيادتك تحصيل 250 جنيه فقط لا غير، إلى أن تقوم اللجان بتحديد أو تقسيم المناطق من مناطق راقية ومتوسطة وإسكان. وقلنا المناطق الراقية هتزيد 20 ضعف القيمة الإيجارية بحد أدنى 1000 جنيه. يعني إيه حد أدنى 1000 جنيه؟ سيادتك ضربت ال20 ضعف طلع 700 جنيه. لأ، في منطقة راقية أقل حاجة هتبقى 1000 جنيه. طلع أزيد من 1000 جنيه خلاص المستأجر هتدفع الإيجار، هياخد الإيجار بتاعه. نفس العملية بالمناطق المتوسطة بحد أدنى، قال لك 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه. طيب والله أول حاجة هو بال10 أضعاف، ادانا ال10 أضعاف، جم فوق ال400 جنيه خلاص، جم 300 جنيه، لا هيوصل 400 جنيه، ده حد أدنى. نيجي المناطق المتوسطة، أنا بقول عشان العد التنازلي عشان تاخد إيجار. المناطق الاقتصادية أو الشعبية 200 10 أضعاف برضه بحد أدنى 250 جنيه. والله ال10 أضعاف طلعوا 250 جنيه خلاص، طلعوا أكتر من 250 هتدفع، المستأجر هيدفع وهتاخد إيجارتك. طلعوا أقل من 250 جنيه، لأ هنخليهم 250 جنيه وهتاخد القيمة الإيجارية بتاعتك. فالكلام ده هيبدأ من إمتى؟ طبقا للقانون من 1/9، من 1/9/2025 هيبدأ تحصيل 250 جنيه، سواء كانت تأسيس المنطقة في منطقة راقية. انت متعرفش بقى، انت هو المناطق الراقية معروفة يعني، بس انت دلوقتي اللجان هي اللي لازم تقول كده، هتقول دي منطقة راقية أو منطقة متوسطة. ليه؟ يعني عندهم هم شروط وكلام دوت، المنطقة والمواصلات وفي أنهي حي وفي أنهي كده، فهيقسموا المناطق طبقا منطقة راقية ومتوسطة وشعبية. هتعرف انت منطقة راقية هتعرف القيمة الإيجارية بتاعتك، ما هو مش هيحددوا قيمة إيجارية، هو يحددوا المنطقة بس راقية أو متوسطة أو شعبية، وهتعرف القيمة الإيجارية بتاعتك دي. بعد كده هتنزل لجنة بعد شهر أو شهرين أو 3، أنت سيادتك مالكش غير إن أنت هتاخد ال250 جنيه لغاية لما ينزل اللجنة، بينزل منشور بيها أو بتتعلن في الجريدة الرسمية بالقيمة الإيجارية بتاعتك. أو في الأحياء فيبقى في مهم في طريقة إن أنت تعرف إن القيمة الإيجارية للوحدة السكنية بتاعتك قد إيه كمالك، وأنت كمستأجر هتعرف برضو القيمة الإيجارية قد إيه. في حالة عدم السداد، والله القانون هنا مش ترفع قضية بقى والكلام ده، لا، قال لك لقاضي الأمور الوقتية في الحالة ديت هيتم الإخلاء الفوري لعدم السداد. فدي مش هتهمنا دلوقتي عشان ما نكركبش نفسينا يا ملاك. إن القيمة الإيجارية استعدوا وحضروا نفسيكم، وهتبدأ القيمة الإيجارية من 1/9، وبدأ العد التنازلي من 1/9/2025. هيبدأ تحصيل القيمة الإيجارية 250 جنيه فقط، إلى أن تحدد اللجنة تقسيم المنطقة راقية أو متوسطة أو شعبية. مش هتحدد قيمة إيجارية، هي هتحدد وقال لك 20 ضعف راقية، 10 أضعاف متوسطة، 10 أضعاف متوسطة، بحد أدنى 1000 جنيه، بحد أدنى 400 جنيه، بحد أدنى 250 جنيه. مش عايزين نعيد الكلام ده يا ملاك. استعدوا لذلك، حضروا أوراقكم، حضروا مستنداتكم، سيبكوا الإشاعات وسيبكوا العدم الدستورية
والقاضي المدير الوأدية هيرفض ومش هيرفض ورفض. انتوا يعني في حرب نفسية بتدور عليكم عشان تعجزكم عشان تنفذوا القانون. ربنا يقدرنا ان شاء الله ونتم رحلتنا على خير ان شاء الله، وننزل مصر ونتكلم، وهعمل لكم لقاءات في المحاكم بتقديم طلبات لقضاء الامور الوقتية ان شاء الله، وهتبقى حاجة اسمها عملي ان شاء الله. ربنا معانا ومعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.